يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تدفعن فان الصانع الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تيأسن فان الفارج الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. شوف سيدنا النبي بيقول ايه، وسمعنا الصلاة على رسول الله. النبي بيقول من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. اللي يصبح الصبح زعلان، زعلان ليه يا فلان؟ لان فتن المزاد الفلاني وكان هيطلع لي فيه 100 جنيه، ده يبقى ساخط على الله. اللي يصبح زعلان عشان الدنيا يبقى ساخط على الله. زعلان ليه يا فلان؟ لان فاتني كنت هشتري العمارة الفلانية وغيري نط وخدها، كان هيطلع لي منها 100,000 جنيه، يبقى ساخط على الله. ليه؟ ليه؟ شوف النبي محمد بيقول ايه بقى في الحتة دي. النبي محمد بيقول من اصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. يا سلام، يا سلام يا رسول الله، يا سلام يا حبيب الله. من اصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولا ينال من الدنيا الا ما كتب الله له. ولذلك شوف الراجل اللي جاي لسيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وحد الله كده يا مسلم ولا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. واحد جاي لسيدنا الامام علي، اشترى دار وعايز امير المؤمنين يكتب له عقد الشراء بيديه. امير المؤمنين اول ما بص للراجل عرف ان الدنيا قد حجبته عن ذكر ربه. اشتري دار وهيصبح بقى من اصحاب الاملاك، يبقى يعني جاي فرحان فرح ينسيه الله. ولما امسك الامام علي بالقلم ليكتب عقد الشراء، وبعدما سمى الله وصلى على رسول الله قال اما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، لها 4 حدود. الحد الاول ينتهي الى الموت، والثاني ينتهي الى القبر، والثالث ينتهي الى الحساب، والرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. في حدود غير دول، الاولاني يموت، الثاني قبر، الثالث حساب، الرابع جنة او نار. الاولاني يموت، الثاني قبر، الثالث حساب،
الرابع جنة او نار. الراجل اول ما ارى العقد قال له يا امير المؤمنين جئتك لتكتب لي عقد شراء دار فكتبت لي عقد شراء مقبرة. انا جاي لك عشان كنت تفتح نفس الكلمة تقول ان تحتوي على 40 شقة وكلها لوكس ونص لوكس تعرف جاردن وبتطل على النيل وبتطل على الاهرام وكذا. لا انت تديت نفسي قعدت تقول لي موت وقبر وحساب وجنة ونار. ما فيها ناس بتخاف من كلمة الموت، فيها ناس بتعتقد ان الموت يحزي زي الانفلونزا. يعني لما واحد ابوه يموت يقول ما نعزيهوش الا جاي يعزينا، العدوى تتسرب الينا. فيها ناس تخاف الموت ولا تحبه، مع ان النبي بيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا سلام يا سلام. من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فبيقول له يا امير المؤمنين ايه الكلام ده؟ فسيدنا علي اراد ان يوجهه وينصحه فقال له يا اخ الاسلام النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. يعني الدنيا دي مهما طالت فهي مولية، ومهما أعطت فهي آخذة، ومهما ضحكت فهي مكسرة. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله محمد، اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا في رضا وماتوا في رضا. اصحاب النبي عاشوا في رضا وماتوا في رضا. شوف بقى لما يجي واحد من فقراء المسلمين الثوب اللي بيصلي فيه اصبح لا يصلح دايم، ومع ذلك يروح يصلي ورا النبي عشان ما تفوتوش تكبيرة الاحرام وراء رسول الله. لان كان اللي يفوتوا تكبيرة الاحرام ورا النبي كانوا يعزوه، كانوا يقولوا له عظم الله اجره. وبعدين بعد ما يصلي وراء رسول الله يوم النبي يسأله يقول له كيف حالك؟ يقول له الحمد لله يا رسول الله. يقوم النبي يبعث يجيب احد قميصيه ويلبسه لذلك الصحابي، لان الجلابيه دابت. فالنبي يجيب قميص من قميصيه ويعطيه للصحابي ليلبسه.